السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من مطبخنا مطبخ الماسة. النهاردة هنعمل معاكم سمك البغبغان. سمك البغبغان من أسماك البحر الأحمر، من أجمل الأسماك. أنا جبت لكم صورة للسمكة عشان اللي ما يعرفش شكلها. هنعملها بطريقة حلوة جدا، بطريقتين، واللي لسه لأول مرة يتابعني ما ينسانيش باللايك والشير ويفعل لي زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ المقادير. بعد ما نضفنا السمك بتاعنا كويس جدا ونقعناه، هنجيب فلفل احمر وفلفل اخضر، يعني فلفلتين من كل نوع او فلفل من كل نوع، وطماطميتين نقطعهم دواير، وبصل، وفلفل حار. معانا كمان راس من الثوم، معانا 2 عدد جزر مبشورين، معانا ليمون متقطع سلايز. البهارات بتاعتنا ملح، فلفل اسود، بابريكا، معانا كمان كركم، معانا كمون، ومعانا كزبرة ناشفة. يعني معلقة صغيرة من كل حاجة فيهم، ومعانا كمان معلقة من الشبت الأخضر، ومعلقة من الكزبرة الخضراء. هنحط كل التوم كله في الكبة ونضربهم، وبعد ما ضربناهم مع الفلفل الحار هنحط البهارات بتاعتنا كلها، معانا معلقتين كمان من الخل. هننزل بعصرة من الليمونة، وننزل بالشبت والكزبرة ونقلبهم كلهم. السمك يعني كمون وليمون، دي حاجة معروفة في الأسماك. نقلب بالتتبيلة بتاعتنا دي كلها على بعض. نبدأ الأول نعمل النوع الأولاني من السمك. الطريقة الأولانية هنقلب بس التتبيلة بتاعتنا. أول حاجة هنعمل صينية سمك في الفرن بطريقة بسيطة. هننزل بكل الخضار بتاعنا في السيرفيس أو البايركس، الصينية بتاعتنا، وننزل عليه بمعلقتين من التتبيلة، معلقتين صغيرين. ده الجزر هننزل بالجزر كمان المبشور. هنجيب معلقتين صغيرين من التتبيلة بتاعتنا بتاعت السمك ونقلبهم كويس جدا. بعد كده بحب انا ازود بهارات للخضار، لان احنا عارفين الخضار بتاعنا مش متبهر. بجيب ملح وفلفل اسود وكزبرة وكمون، وننزل على الخضار بتاعنا كله ونقلبه في بعضه بالشكل ده. ما تنسونوش باللايك والشير، وقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد. هنقلب كل التتبيله بتاعتنا مع بعضها، وهنجيب السمكه بتاعتنا هنعمل فتحات في الظهر عشان التتبيله تدخل في كل السمكه. نبدا نجيب الخضار بتاعنا، نحشي السمكيه كلها من جوه وكمان من بره. والخطوه دي اختياري، انا بجيب من التتبيله اللي احنا عاملينها للسمك وبحطها في الفتحات اللي احنا عاملينها في ظهر السمكه. بتدي طعم حلو جدا جدا للسمك. هننزل بسلايز الليمون كده. هنحشي كل الفتحات اللي احنا عاملينها بالطعم السمكة، وبتلاقي طعم اللحم بتاع السمك حلو قوي. هنبدأ نجيب زيت ونحط عليها معلقة او 2 من الزيت بس. ندخلها، نكون مشغلين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 200. ندخلها، احنا عارفين الاسماك ما بتاخدش وقت في التسوية. هندخلها الفرن بتاعنا تستوي، ونبدأ نجهز الطريقة التانية. انا جايبة السمك بتاعي مقطعاه مكعبات بالشكل ده. انا سبت سمك عشان اقطعها معاكم. السلسلة بتاعت السمكة قوية جدا، ناشفة قوي غير الاسماك العادية. هقطعه بالشكل ده مكعبات. حابة تسيبيه سليم مفيش مشكلة، دي حاجة ترجعلك، بس انا حبيت تغيير عن المعتاد عشان تستوي كمان براحتها. هنبدأ دلوقتي نجيب التتبيلة اللي احنا عاملينها. انتي ممكن تحطيها في التتبيلة وتسيبيها، لا انا بعمل خطوة ايه. بقوم جايبة نص كوباية من الدقيق، عليها معلقة من النشا، واقوم مقلباهم، واجيب نص كوباية من المية او اكتر من نص كوباية حسب الخليط ما تلاقيه في ايدك. احنا عايزين الخليط بتاعنا لا ماسك قوي ولا سايب قوي، يعني معقول، بحيث ان هو لما تيجي تحطي فيه السمك ما ينزلش من على السمك. هي كده بالشكل ده كده كويس جدا. هنبدأ ننزل بالسمك بتاعنا. السمك بتاعنا في التتبيلة. انت ممكن تستكفي بالخطوة دي، احنا هنسيبها يتبل من ساعتين ل4 ساعات. حابة تسيبي كده وتتبلي وتحمري على طول مفيش مشكلة. انا ده التتبيلة الزيادة اللي عندي، انا بقوم يا جماعة بجيبها، انا بعمل بزيادة، بحطها في برطمانات او برطمانات حسب ما بتقولوا، او في علب صغيره، وبحطها في التلاجة. وقت ما بحتاج بتنجان سمك اي حاجه بطلعها استعملها. ده شكل الصينيه بتاعتنا بعد ما خرجت. هنحط عليها جزر مبشور.
اللهم بارك. كان ريحتها في الفرن حلوه جدا. السمك ده كصينيه، انا عن نفسي حبيته جدا صينيه عن المقلي. المقلي حلو جدا برضو، بس لا، الصينيه بيوديه في حته تانية خالص. انا طلعته من التلاجة دلوقتي. انا ممكن استكفي ان انا احمره كده بدون اضافه الدقيق عليه. لا، انا بحب ازود الكفر بتاعه والقرمشه بتاعته. فبحط الدقيق وعليها معلقتين من النشا، والبهارات اللي انا ضفتها على السمك، اللي هي ملح، فلفل اسود، كمون، كركم، بابريكا. بنضيفها على الدقيق عشان نطعم الدقيق اما نحط فيه السمك. هننزل فيه الدقيق بالشكل ده. احنا ممكن كمان عشان نزود القرمشه ممكن اجيب ميه متلجه وانزل، او ميه عاديه وانزل فيها السمك واقوم حطها في النار. دي اختياري برضو. رفعت طاسه على النار فيها زيت، هسيبه لما يسخن، وبعد كده انزل بالسمك بتاعنا، اسيبه لما يحمر من الجهه اللي تحت، وبعد كده اقلبه. نبدأ نقلبه في التوقيت ده لانه احمر. بسم الله ما شاء الله. شايفين لون السمك والقرمشه بتاعته فظيعه بامانه. جربيها. الكفر اللي انا عملته بتحطي دقيق وبعد كده تنزليه في دقيق تاني، بيخلي السمك مقرمش جدا. وده شكل سمكنا بعد ما طلع من الزيت. بسم الله ما شاء الله. الاتنين تحفه. بس انا شخصيا، لا، الصينيه بالنسبه لي كانت افضل. دي اذواق طبعا. قد ايه السمك كان فعلا مقرمش جدا. بسم الله ما شاء الله. بألف هنا. وجربوها وان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم. على فكره احنا ممكن تعتمدوها على اي نوع سمك، مش شرط يكون سمك البغبغان او سمك الحريد. وبكده نكون خلصنا الوصفه بتاعتنا. واستنوني في فيديو جديد، وصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.